بيكم في حلقه جديده النهارده يا جدعان، بنحاول نبقى اكتف بس المشكله العين بصيره ليه بسيطه. اهلا بيكم يا جدعان في حلقه جديده النهارده من غرائب التيك توك اللي احنا بنقابلها كل فتره. فاحنا النهارده يا جماعه هنخش نشوف ازاي تيك توك ممكن يغير شخصيتك، ازاي ممكن يحولك للبني ادم الاحسن. يعني دايما يعني انتم ملاحظين ان اخر فتره بجد اللايفات كلها بقت عباره عن الناس قاعده بتطبل وقاعده تقول اسامي. يعني مثلا ايوه تيك تاك توك يا محمد، تيك تاك توك يا محمد. ايوه مثلا الاقي حد فاهم ده اسمه حسين، تيك تاك توك يا حسين. الخبره الجميله دي كل عليك دلوقتي تنزل تحت سبسكرايب، تعمل لايك للفيديو. دماغي كتير. اول فيديو قدامنا فيديو دكتور مكاوي. يا جماعه دكتور مكاوي هو بجد هو دكتور في ايه؟ بجد انا مثلا عادي عشان لاحظت حاجه، والله مش عايز اكون بقى اللي هو مع الناس اللي دايما بيقولوا دكتور مكاوي ما بيفهمش حاجه. هو قشطه يا جماعه، من كل 30 فيديو انا اتفرجت له عليه مثلا قشطه في فيديو فيه جمله حلوه، فيعني اكيد مش كل حاجه بيقولها غلط برضه. فاهمين قصدي ايه؟ بقى شهبه. وبخصوص بقى الناس حبايبي اللي بيقعدوا يقولوا يا مكاوي انت معكش فلوس، العربيات دي كلها ايجار، الحياه اللي انت عايشها دي فيستك، السلبيه دي مش هتوديك اي حته. انا واحد عايش حياتي بعمل اللي انا عايزه، بوريك وبحاول اساعدك انك تعمل زيي، وانت برضو عمال. هو انتوا عارفين دايما انا هقول لكم تجربتي. عارفين الناس اللي بتطلع على انستجرام يقول لكم يا باشا التداول ومش التداول. انا مشيت ورا الناس دي. انا هو بقول لك بعترف لك وبدون ذكر اسماء عشان الناس دي ما تطلعش تعيط وترفع على قضيه. انا مشيت ورا بعض الناس وحياه دين ناس نصابه، اقسم بالله ناس نصابه بدون ذكر اسماء. يقول لك ايه يا باشا انا النهارده يلا هنعمل جلسه تداول، يلا بينا نخش معاه. اخش والله العظيم الجلسه، اخش اطلع الجلسه دي بالسالب، يعني اكون خسران. قال لي بعدها ب 10 دقايق احط صوره على الانستجرام ان النهارده كسب $2000. فناس نصابه وحياه ربنا. فانت لو منهم يا دكتور مكاوي انت شكلك نصاب. ودايما بيبقوا كلهم عايشين في دبي وبنفس الفورمه، مش فورمه الجسم، فورمه ان انا جيت وعربيه فيراري وبنت روسيل بلوند، فاهم؟ تريح نفسك بحاجات عبيطه. فوق الدنيا بتمشي، انا بحاول اساعدك، ما تبقاش اهبل. ولو مصمم تكتب الكلام ده وتفضل سلبي خليك، والله صدقني اكتر حاجه هتفيدك انك تركز على نفسك، مش انك تقعد تقلل من الناس. وافتكر دايما انت مش هتقلل من حد تحتك، انت هتقلل دايما من اللي فوق عشان تحاول ترضي نفسك وتحسس نفسك احساس حلو، وللاسف ده ما بيفيدش. طب بص، عنده حق. دايما لما تلاقي نفسك بتنتقد كتير هتلاقي نفسك انت بتحاول ترضي نفسك. اهو يعني مثلا اتفرجت له على 20 فيديو مثلا، اهي فيديو فيه جمله حلوه. انا مش قصدي على الشخص اللي بيقول لك، يعني مثلا ده دكتور مكاوي بيديك لايف تيبس، يعني مثلا زي مثلا هو يقول لك ايه هو اللايف كوتش بيعمل ايه في الحياه. يعني هل دكتور مكاوي مثلا لايف كوتش؟ ما اظنش، فاهم؟ يعني هو اللايف كوتش ده مثلا ستارتر باك اي لايف كوتش، فاهم؟ وريني اصدقائك، اوريك مستقبلك، فاهم؟ هتلاقي كده وعندي رينج لايت برضه، فاهم؟ طب نخش بقى الفيديو اللي بعده. ممكن نخش مثلا، يعني يا جماعه تيك توك ممكن مثلا يساعدك في حته الفاشن. احنا كمصريين برضه فينا شويه ناس كده يعرفوا يقول لك تلبس ايه وما تلبسش ايه، فاهم؟ فده مثلا ممكن يبقى واحد منهم. تعالى بقى اقول لك تلبس ايه وانت رايح ماكدونالدز. روح فين معلش؟ عندنا شورت ازرق حاجه جميله جدا الصراحه. بعد كده عندنا تيشيرت لاكويستو حاجه شيكه وانيقه. عندنا بقى جاكيت. يا باشا انت بالشورت الازرق وبالتيشيرت ده انت راح تحمل يعني حمول الطوب من الدور الاول للسطوح، فاهم؟ ماركه المرور حاجه في قمه الاناقه. بعد كده عندنا صندل بجد حاجه شيكه وانيقه. طب اقسم بالله يعني ده اوتفيت عامل يوميه، والله مش قصدي حاجه، ده اوتفيت بجد عامل يوميه. فعلا. وده كان احسن اوتفيت تروح بيه ماكدونالدز، بجد هياكلوك ببلاش ايه ده؟ هو الفيديو ده ترول اكيد يعني. ويقول لك تعالى كل يوم. لو سمحت ممكن ابتدى واحد؟ لو سمحت مش باللمس، معلش في حاجه اسمها بوج. معلش ان انا مش قاصد ان انا المسك اصلا، مش قاصد، انا اسف حقك عليا. ايه اللي حصل يا جماعه؟ في ايه يا اختي؟ هو بيلمسني، بيلمسك ازاي؟ بيعمل لي كده. مش في حاجه اسمها بوج؟ لا مش من حاجه. خد بالك على اختك. انت ازاي تلمسها كده؟ ممنوع اللمس يا حبيبي. ازاي اصلا تلمسها؟ عارف دي لو اختي انا كنت مسكت فيك دلوقتي. ده يعلم. ايوه دي تاني نصيحه النهارده جمعناها، وان هو في حاجه اسمها بوج. اوكي تلمس بنات الناس في الشارع ماشي، ما بس كده. انا يا جماعه يعني انا مثلا لما قاعد في اتوبيس، قاعد في مكان بلاقي اللي جنبي فاتح رجله على الاخر، انا بتكسف اخلي رجلي تلمس في رجله، فاهم؟ عشان بحسبه جه اليرت، فاهم؟ فشكرا جدا تيك توك يا جماعه بنصايح النهارده. بقول لك برضه الواد ده تلبس ايه كان في العيد ماشي. بجد البنات هيجروا وراك حاجه شيكه وانيقه. عندنا قميص ماشي. ماركه العيد بجد حاجه جميله جدا الصراحه. بعد كده عندنا سويت ايه ده؟ يعني بلانتيس انت لابس حلو ده؟ الصراحه. اه بعد فوق كده الشورت. عندنا شورت اوكي. كربون حاجه شيكه وانيقه. عندنا بقى ماشي. السبورت ماشي. سنيكرز حاجه جميله جدا الصراحه.
وده كان احسن اوتفيت يلبسه في العيد بجد. البنات هيجروا وراك، حاجه في منتهى الشياكه والانيقه فعلا. هم اكيد هيجروا وراك عشان متحرش حرامي، فاهم؟ انت في ليه سبب هيجروا وراك فيه. ايوه خش عليا بقى في الفيديوهات الهادفه اللي اتعلمنا كتير قوي في تيك توك. عندنا باربي بشعر احمر مش بشعر بينك. عندها كام سنه بس الاول؟ انت بتسال انت مالك؟ انت هتطلع لي بطاقه؟ وحضرتك بس احنا كل الحوار اللي احنا ما بنبيعش اقل من 18 سنه. انا اول مره اسمع عن الحوار ده، انت عبيط ولا ايه؟ اما تدي لاختي سجاير لحسن اكسر لك الكوش. انت واختك يا عم فوق دماغي وجوه عيني، وانا ما اقدرش يابا اجي عليكم في حاجه مهما عملت ومهما قلت. مكاني وفوق دماغي. بس يا اخويا انا ما ببيعش اقل من 18 سنه. بعد اذنك خد اختك وامشي. ايه امشي دي؟ انا بس خد اي حاجه وانت هتشحت. هو ليه دايما المزيكا بتشتغل لما البنت تيجي تتكلم؟ يعني انا طب ما ممكن تتكلم لما العيل الصغير ده بيتكلم، فاهم؟ شفت فيلم اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو بتاع البحر، اللي هو بتاع احمد ادم ده، لما كان في عيل صغير اللي هو ما تخلينيش اجنن، الواد الصغير ده اللي هو ده بتلاقي اسمه محمد السوقي. القزم ده الصغير ده اللي طلع في الفيلم معاه كان اسمه ايه؟ ما علينا يعني، محمد عيد باين ولا احمد عيد حاجه زي كده. دايما بشوفه بيطلع لي على فيسبوك. المهم دخلت بصيت على البيج بتاعته كرنج بشكل مرعب، فاهم؟ اللي هو يا جماعه بعد اذنكم للمنتجين وانتوا بتختاروا ممثلين اختاروا ناس ما يوجعوش دماغنا بعد كده، فاهم؟ انت هتشحتنا. تنجز يا عم احسن اكسر لك الكوش. خلاص يا عم استهدى بالله. بصي يعني بس اقسم بالله انت لو اختي هعمل معاكي الصح والمظبوط، لكن بالطريقه دي ايوه هتعمل ايه لو اختي عمل معاك الصح؟ يا ابني احترم ولا عيب زي اكله عدنان، فاهم؟ كبير وتخين. انت مش عاجباني ولا ماليه عيني اساسا. عامله عينك دي انت مين اصلا؟ يا عم ماليه عينك دي؟ جاي تشتري علبه سجاير ولا مش بايع؟ هقول لك انا مين يا بنت الاصول. اعتبريني واحد ربنا بعته لك عشان لك على الطريق الصح. اللي انت بتعمليه ده غلط. اللي انت بتعمليه ده غلط، خد بالك. يعني احنا عندنا في مصر اللي انت بتعمليه ده غلط. تيجي اللي بعده عايز علبه سجاير، احلى علبه سجاير عليك يا حبيب اخوك. يا رجوله خلصنا يا رجوله. يا رجوله انت عاجبك اللي بيحصل ده؟ ما تخش انت جيب علبه السجاير. زي الصلاه قومي تغسلي المواعين، اتعلمي اكله جديده تفيدها بعد كده لجوزك. يا جماعه مش قصدي حاجه والله العظيم. يعني انا لو بنت وصادي او اغسل مواعين ولا اشرب سجاير، اكيد اشرب سجاير. يا عم والله فكره انت عندك حق، انا خلاص مش هعمل كده. يا عم انت راجل مظبوط والله العظيم، روح ربنا يستر. هات علبه سجاير بقى. تغسلي المواعين هيقول عليك ان انت مثلا زي امك، هتلاقي امي ليه انت ليه عندك دايما يعني البنت المحترمه هي اللي بتغسل المواعين؟ ليه البنت الكويسه اللي بتغسل المواعين؟ ايه علاقه غسل المواعين والسجاجيد بالبنت الكويسه؟ انا مش فاهم. اوعدك ان انا اعمل بالكلام اللي انت قلته لي وهصلي واغسل المواعين. برضه هصلي واغسل المواعين؟ يا جدعان ايه علاقه غسل المواعين؟ فاهم؟ وانا على كلامك اللي زي العسل ده يا بنت الاصول. انت ليه بتتكلم كده يا اخوك؟ فاهم؟ انت ليه ناطط معايا جوه كده؟ تقبلت كلامي. بتبص عليا الله عينك أكبر رايحة يعني. فين ربنا يا يخليك أخوك؟ لاهلك وشوفك كده احلى حاجه في الوجود دي من اخوكي، عشان انت احلى غسالة مواعين في الدنيا. السجاير وهتمشي وتشتري كده تاني. شكرا يا عم، وانا اوعدك ان انا مش هجيب سجاير تاني. بس كتير دم. ده كده فيديو هادف يعلمنا يا جدعان ان بنت الاصول اللي بتغسل المواعين وبتصلي عشان لازم تشرب سجاير. خلاص والله ضاع اسلامنا يا جدعان، والله ضاع اسلامنا. عارف لو في ولد بعد كده راح اشترى سجاير، معلش بس عايز علبه سجاير، احلى علبه بوكس لقلب اخوك. طنط اعمل لك ساندوتش؟ لا يا حبيبتي شكرا. هو في حد اصلا بياكل القرف انت بتبيعيه ده؟ الصراحه انا مش هشتري في الشارع، يعني انا كنت مش قصدي ادمر معنويات الطفله دي، بس انا مش هشتري منها الصراحه. يعني ما اعرفش والله الصراحه. يعني طب يا جماعه اقسم بالله وحياه ربنا، بصوا يا جدعان في مره قبل كده كنت نازل مدينه السلام شغل وبتاع، فكان في عربيه كبده، والنعمه دي يا جدعان وحياه ربنا اللي لكم عليه ده حصل. عربيه الكبده الراجل ساب عربيه الكبده وانا واقف في زحمه، ساب العربيه راح ورا قلع والله العظيم، نزل البنطلون وفضل مش عارف يعدل البوكسر بتاعه ايده تخش وتطلع، ورجع تاني يكمل اكل. انا صورت الكلام ده عامه على تليفوني تمام، وبوريها لاصحابي طبعا، ما ينفعش اعرضها اونلاين يعني. فعلى الناس صراحه يعني معلش بتقرف. تخيل واحد حط ايده وراح يقول لك اكيد هتقرف. وانا ما باكلش من الشارع، مش لا سمح الله بقى مصدر كلابه، عشان انا مش عارف انت حطيت ايدك فين ليه. ليه يعني؟ هايدي اعملي لي سندوتشين حلاوه. على فكره يا طنط السندوتشات بتاعتها مش قرف، ده حلوه جدا. بص انا وايه وكل دول عرفوا مره واحده، وانتوا سباينك طلعوا مره واحده. ومش بس كده، سندوتشاتها نظيفه جدا. وده جه منين ده؟ انت عرفت منين ان هي بتبيع سندوتشات؟ كانها معموله في البيت. كانها معموله في البيت. هي معموله في البيت يا حبيبي. هي ايه عاملاها عيال على شنطه العربيه اللي ورا؟ ما هي عاملاها في البيت قبل ما تيجي. وبعدين يا طنط انا بعمل كده عشان بحب الشغل، انا مش محتاجه فلوس ولا حاجه. خلاص يا حبيبتي معلش، بس انا مش عايزه شكرا. هي اللي عرفت ده الهدف اللي بعده. اللهم صل على النبي. انت بتعمل ايه انت يا ابني؟ ايه بس الزحمه؟ هو ايه اللي في ايه؟ انت تقعد تاكل معانا؟
يا عم هو مش بني ادم ولا ايه؟ بني ادم بس بقاله يومين. هو ايه خلاص انت خدت ان احنا بنجيب اكل بتتباكس وتيجي تاكل؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الاستاذ سعد صاحب المحل ساعات بيكون جايب اكل بيخلي ده زي باجز والله العظيم. بيقعد معانا القهوه بيقعد يقول لك انا معايا فيزا ما بدفعش كاش. كل مره بيتصدم يعني فاهم، كل مره بيتصدم ان الراجل بتاع الدليفري بيجي ولازم يتحاسب كاش. اكل معاه. طب استاذ سعد بيخليك تاكل معاه، احنا بقى كلنا دافعين في الاكل، تدفع اكل يا حبيبي تاكل. بعد اذنك ما نتكلمش معاه. ايه ده؟ انا اؤيد هذا الراجل، ادفع تاكل. احنا مش فاتحينها جمعيه خيريه يعني ولا بنك الطعام هو، لا هو كلام محترم الصراحه. انا يا عم هدفع حق الاكل كله، ما تتكلمش معاه كده يا عم. احنا مش لامين من بعضنا عشان ناكل. انا اكله معايا، انا هدفع له انا. ماشي يا عم ادفع كل نصيب. كل يا عم كل. انت مش عارف بتتكلم معاه كده ليه؟ مش فاهم يعني. مش الراجل ده شارك قبل كده في اكل قبل؟ لا ما شالنيش. لا شارك في اكل قبل كده يا عم شالني بمزاجه، انا مش هشيل حد يا عم، انا بكس انا نيت. اقعد يا عم كل كل دلوقتي اقعد كل. طفحتوا اللقمه تعالى خلاص يا عم قوم وخليه يوفر خلاص، ما هو التاني قال هيحاسب على الاكل. من عنه مكان كل انت. والله انت اقسم انا ده نفس كلامي. ماشي مش مهم. انا هذا الشخص يا عامه يا جدعان، والله الشخص ده عمل الصح. ايه فيها نقعد ندفع كل واحد يجي ببلاش؟ ايه الهبل ده؟ المهم يا جماعه الكاميرا فصلت ان شاء الله، بس احنا يعني عشان ما نطولش على الفيديو اصلا. يا لهوي 25 فريم وقف كده بس. وبكده يا جدعان نكون احنا يعني اوعى تكون فصل. طب يا جماعه ممكن تتخيلوني اعمل ستيك مان يا ابني وانا بقول لكم يلا يا جدعان اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تلاقوا كومنت سبسكرايب طبعا تشيروا الفيديو. يلا السلام عليكم.